بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة هنعمل معاكم أكلة سهلة وسريعة وجميلة جدا، حاجة كده شغل فاخر من الآخر بتاع مطاعم يعني. يلا تعالوا قضوا معانا اليوم كده في المطبخ، بس بالله عليكم قبل ما تدخلوا حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الإشعارات الجديدة. معايا كوبايتين دقيق، حطيت عليهم نص معلقة سكر، وحطيت عليهم ربع معلقة ملح، وحطيت عليهم معلقتين لبن بودرة كبار علشان مش هنحط لبن حليب. لو عندك انت لبن حليب ما تحطيش بقى لبن بودرة، فانا علشان مش هستخدم لبن حليب فحطيت معلقتين لبن بودرة. هننزل بقى بمية كده ونفضل بقى ايه نقلب في الدقيق ده لغاية ما تبقى معانا عجينة سايلة كده وجميلة كده شبه عجينة القطايف. هنعمل النهاردة وجبة الولاد كلها بتحبها جدا، والساندوتش غالي جدا بره بأرقام يعني. فانت لو عملتيه في البيت هيوفر عليكي جدا ومش هيكلفك ربع لما تشتريه من بره، وطعمه حلو جدا وحاجة سهلة وسريعة. يعني تعمليها في ثواني كده لولادك. انا هعملها على الغدا النهاردة بما ان الجو حرر بقى وما بقاش محتاج طبيخ وحاجات مسبكة وكلام من ده، عايز اكل سريع كده في الهادي كده. فقلت ايه هعمل النهارده الاكله دي بقى كده ايه علشان الجو يعني النهارده بقى له كام يوم حر قوي اهو، فمحتاجين الاكل السريع ده والولاد كلها بتحب اصلا الاكل ده. بصوا العجينه ناعمه وسايله كده معايا وسمكها حلو جدا. على فكره العجينه دي كل ما بتخففيها بتديكي نتيجه احلى يعني. بصوا ناعمه ازاي، لو لقيتيها مكتله معاكي صفيها، بس انا في الحقيقه لقيتها ناعمه معايا جدا عشان انا قلبتها بالمضرب كويس، فما بقتش محتاجه اصفيها. لو انتي عايزه تضربيها في الخلاط هتبقى سهله جدا برضو، بدل ما تقعدي تقلبي كده وتوجعي يعني ايه في ايديكي. غطيتها وشلتها على جنب، اشيلها مثلا نص ساعه تستريح لغايه بقى ايه معايا شويه فراخ حلوين كده. بصوا سايبه 3 حتات كده زي ما هما صدور يعني. والباقي مقطعاه تقطيعه طويله كده شبه تقطيعه الشاورما. فانا ايه هتبلهم بقى. انا غسلتهم كويس جدا وعصرت عليهم ليمون، وبعدين حطيت عليهم معلقه خل، وبحط عليهم حبه فلفل اسود كتير لان الاكله دي بتحب الفلفل الاسود. هعمل 3 بشكل واللي هي الشاورما دي بشكل تاني. بس بتبل كل بقى الفراخ مع بعضها يعني. وحطيت بابريكا، وحطيت جنزبيل، وحطيت توم وبصل بودرة، وهحط كمان توابل شاورما. توابل الشاورما دي بتتباع سايبة كده عند اي عطار، بتبقى حلوة جدا، بتدي للشاورما طعم التدخين كده وطعم فيه مزازة كده زي اللي بتشتريها من بره بالظبط. روحي لأي عطار وقولي عايزة بهارات شاورمة فراخ عشان في شاورمة لحمة. وبحط رشة ملح بسيطة خالص لان بهارات الشاورما او البهارات الجاهزة الخلطات دي بيبقى عليها ملح، فخلي بالك عشان ما تبقاش الاكل حادقة معاكي قوي. فحطيت رشة ملح صغيرة جدا اهي، وكل التوابل دي بالخل بالليمون آه بقلبهم كويس قوي بايدي كده، وهسيبهم برضو يتبلوا لهم زي ساعة كده وبعدين نشتغل فيهم. حاجة سهلة بصوا وسريعة مش عايزة اقولك. ولو انتي ما عندكيش توابل الشاورما دي تقدري بقى ايه تحطي خلطة بهارات من عندك، اي بهارات بقى. عندك توم بودرة، بصل بودرة، بابريكا، عندك بهارات فراخ، عندك مرقة دجاج، عندك قرفة وجنزبيل، اي بهارات عندك تقدري تعملي تشكيلة منها هتبقى حلوة جدا. بصوا بقى انا العجينة بتاعتي كانت استريحت، فجبت طاسة مدهونة زيت كده، وايه ببتدي بقى ايه اصب بقى. هتعملي ايه؟ قالوا له هعمل كريب. اظن كلكم عرفتوا يعني كريب سهل جدا وسريع ومن غير بيض. انا بحب الكريب اللي من غير بيض بيبقى طعمه حلو قوي زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. وزي ما قلت لك عايزه تعمليه بلبن حليب استغني عن اللبن البودرة. مش عايزه تحطي لا ده ولا ده وتستخدمي ميه بس، برضك بيبقى حلو جدا، بس احنا بنعمله كده عشان القيمه الغذائيه للولاد. غير هم بره على فكره بيعملوه بالميه يعني محدش لا بيحط فيه لبن بودرة ولا لبن حليب. بس احنا مش بنعمل حاجة لولادنا. بس انا بصراحة جربت ده وجربت اللي بالبيت ده احلى من اللي بالبيت صراحة. وكمان العجينة كل ما بتخففيها بتديكي كريباية رقيقة كده وخفيفة وطعمها حلو.
غير لما بتقلي العجينه بتديكي كريبايه تخينه كده وتقيله. لما تيجي تطبقيها بتبقى وحشه جدا، بتبقى انتوا فاهمه كلها عجين كده. غير كل ما بتخففي الخليط ده بتبقى حلوه جدا. طبعا اول واحده معايا ما بتبقاش مظبوطه قوي لان الطاسه لسه ما خدتش الحراره المناسبه ليها. بتصبري بس على اول واحده وبعد كده بتظبط معاكي جدا. بصوا بعد كده هتظبط معايا. هي بس اول واحده كده بتبقى مش مظبوطه. وكمان انا جيت لقيت الكربايه تقيله كده، فروحت واخده العجينه اللي انتوا شايفينها دي، حطيت لها كمان نص كوبايه ميه وقلبتها. بقى هش بقى وخفيف، لان اول واحده لقيتها بصوا تقيله. فانتي بتختبري كده اول واحده. بصوا انا بوريها لكم كده لقيتها تقيله، فخففت الخليط بتاعي بنص كوبايه ميه. طلع بقى بعد كده رقيق جدا وجميل، مظبوطه جدا. بصوا تاني واحده مظبوطه جدا في الطاسه. عملت كل الكريبات اللي انتوا شفتوها دي، عمل لي بتاع حوالي 6 او 7 كريبات. وغطيتهم بفوطة وشلتهم بقى، قلت لغاية ما اعمل بقى ايه الشاورما بتاعتي الجميلة دي. كانت اتبلت بقى. خدت بقى الفراخ اللي انا قطعة الشاورما، حطيت حبة زيت سخنين حلوين كده في حاجة واسعة كده وحاجة سخنة على نار عالية. وهشوح بقى الفراخ فيها عشان ما تنزلش ميتها. لو نزلت ميتها تبقى كأنها مسلوقة. احنا عايزينها ايه؟ على نار عالية عشان تفضل بقى السوائل بتاعتها محبوسة جوه، وتبقى طرية معايا الفراخ وطعمها حلو جدا. اهو بصوا خدت لون جميل جدا وما نزلتش مية، وريحتها من التتبيلة تحفة. كنت مقطعة بقى ايه بصلتين وفلفلتين كبار كده، هنزل بيهم بقى ايه على الفراخ. كتير يا لولو؟ لا مش كتير، هم عشان هايشين بس لما يستووا مش هيبقوا كتير ولا حاجة. بصوا حاجة كده اللهم بارك. تحشي بيهم مكرونة، تحشي بيهم بطاطس بوريه، تعمليهم سندوتشات زينا، تعملي شوية بطاطس محمرة وسلطة طحينة وتغمسي بعيش. حاجة يعني اللهم بارك اللهم بارك، حاجة تحفة. كنت خلصت بقى الشاورما وجبت الكريبايه كده، دهنت الطاسه زيت. وبحط بقى ايه على في النص بتاع الكريبايه، بحط بقى من الخليط الجميل بتاعنا اللي احنا عملناه بتاع الشاورما ده. وبعد كده وبتنيها كده وبحطها بقى ايه وحطيت عليها جبنه موتزاريلا على خلطة الفراخ دي. بحط عليها جبنة، حطي عليها اي نوع جبنة، وبطبقها كده عشان تبقى شبه الكريبايه اللي بنشتريها من بره. بصوا بحطها في الطاسة بقى، برجعها في الطاسة كده على نار هادية واحمرها بقى من الجنبين. بصوا تاخد لسعة حلوة قرمشة من بره وبتبقى طرية من جوه، والجبنة كمان تسيح اللي انا حطيتها على الشاورما. بتبقى حاجة مش عايزة اقولك، وحاجة تحفة. بصوا زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. تقدري تحطي ميكس جبن بيخلي طعمها حلو جدا. الفراخ بقى اللي انتوا كنتوا متبلاها معاكم اللي هي الصدور اللي زي ما هي، انا شوحتها في الطاسة كده من غير كفر ولا اي حاجة. وبعد كده حطيت عليها حتة جبنة موتزاريلا ودخلتها تحت الشواية، بقت بصوا متحمرة وجميلة جدا. بصوا الكريباية الجبنة سايحة فيها وطعمها حلو جدا. تقدري بقى تكتري الحشوة والجبن زي ما انت عايزة. تقدري تعملي زي ما انا عملت، تقدري تحشيها جبن بس، تقدري تحشيها خضار بس، يعني زي ما يعجبك. بصوا الفراخ بوريها لكم، انا شوحتها على الطاسه كده، خدت لون بصوا جميل ازاي من التتبيله. وبعدين حطيت عليها جبنه وحطيتها تحت الشوايه، وحمرت جنبها شويه بطاطس، جبت شويه كاتشب